عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، ناكل قر ونشبع زن وقلع علينا، يا عيني علينا، يا عيني علينا.
يا بيبه؟ انا شفت اسماعيل ياسين بيتفرج في الصاله، شوف لي حد يروح يندهولي. حاضر، تحت امرك يا ست كل. انطوان، ايه المفاجاه اللطيفه دي؟ اعمل ايه؟ لو ما شفتكيش كل ليله ما اعرفش انام. بس بديعه بقى لو عرفت انك بتجيلي الكازينو باستمرار هتعمل لي بال. انا مش ناقصه. خلاص بلاش اشوفك هنا، اشوفك بره عشان نتقي شرها. بس ما دام بقى جيت لغايه عندي الكازينو يبقى في امر مهم. قول لي ولا تخبيش. بصراحه جالي متعهد من تونس في كازينو بديعه، طالبين فرقه بديعه في جوله في تونس ومراكش والجزائر وطرابلس. وبعدين صعبت الامر عليهم، قلت لهم بديعه مرتبطه بالسفر لسوريا في الفتره دي. وهي فعلا مسافره سوريا؟ لا طبعا، عرضت عليهم انك تقومي بالجوله دي بدلها. يا حبيبي، والرحله دي بقى امتى؟ ادخل. مساء الخير. مساء الخير يا ست بيبه. اهلا يا اسماعيل، اتفضل. يزيد فضل. استريح يا اسماعيل. ايوه يا انطوان، نكمل كلامنا. بعدين اتصل بيكي بالتليفون بعد اذنك. ايه ده؟ انتوا ما سلمتوش على بعض ليه؟ مش انت برضه كنت بتشتغل عند بديعه يا اسماعيل؟ لا يعني اصل هو يعني ممكن ما يفتكرنيش لان ما اشتغلتش كتير معاها يعني. عجبك الاستعراض بتاعي يا اسماعيل؟ يا سلام، عجبني قوي. ده ايه الحلاوه دي؟ شفت بقى ازاي انا لقطتك من وسط كل المتفرجين؟ انا مبسوطه قوي يا اسماعيل انك جيت تتفرج عندي. ده انا اللي مبسوط قوي يا ست بيبه، وندمان ان انا ما جيتش قبل كده. تحت امرك. خير. انا عايزاك في شغل. يا سلام، وانا تحت امر. الفرقه مسافره في رحله للمغرب وتونس والجزائر، تحب تيجي معانا؟ يا سلام، احب قوي يعني. انتوا هتسافروا ازاي؟ ده ايه طريقة السفر الجديدة دي؟ طول عمرك دمك شربات يا اسماعيل. هنسافر بالطيارة طبعا. خلاص، وانا معاكم ان شاء الله. طب والمرتب؟ المرتب يعني اللي تقولي عليه انا امضي عليه على طول. خلاص، بكرة الصبح تيجي تمضي العقد. مبروك يا اسماعيل. الله يبارك فيك. يا استاذ علي، انت طول عمرك وشك حلو عليا. لولا انك انت النهارده خدتني في كازينو بيبه ما كنتش خدت فرصه عمري ابدا. انت تستاهل كل خير يا اسماعيل. يو، انت ايه اللي بيضحكك دلوقتي يا استاذ؟ كل ما تخيل منظرك وانت في الطياره اكيد هتموت من الرعب. انا مش مرعوب من الطياره، انا مرعوب من انطوان اللي لقيته في خلقتي النهارده عند بيبه. إيه اللي وداه عندها ده؟ بقولك يا بيبه، اسماعيل ده ما يدخلش عندك الفرقه ولا يعتبها، ده ممكن ينقل كل حاجه البديعه ويكشفني. خسارة، اسماعيل كان هيبقى مكسب كويس في البروجرام بتاعي. ايه ده؟ مكسب اهم مني؟ لا يا روحي، انت اهم مكسب في حياتي، بس انا محتاجة مونولوجيست كويس. ما عندكش واحد كويس عند بديعة تخطفهولي؟ شاوري على اللي انت عاوزاه منه وانا اخطفهولك واخطف لك اهلك. البدله اللي انا تعبت في قسطها جه اليوم ان انا هستعملها. شويه كولونيا، كمان شويه كولونيا. الى كازينو البديعه الرشيقه ببع. لا 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 لا. لا 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 لا.
سعيده. اربط عندك إيه؟ الأجرة. الاجره بدل ما تقول لي صباح الخير يعني يا عم عثمان. يا سلام، صباح الخير يا ام عثمان. الأجرة. وانا هطير يعني؟ ما انا بقالي سنتين ساكن عندك، ايه المشكله يعني ان انا اتاخر شويه؟ يا فرحتي بقالك سنتين ساكن عندي، طلعت فيهم روح اهلي وسودت وشي قدام صاحب العمارة. كل ده عشان شهرين بس متاخر فيهم عن الاجره؟ يا نرباجن ايدك. خلاص بالليل ادهم. كل يوم تقول الكلام دي؟ لا اليوم ده غير اي يوم، مش شايفني لابس البدله ومتقمع ونازل الصبح؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني رايح حمدي كونتراته واسافر. تسافر؟ اربط عندك. هتسافر قبل ما تدفع ايجار الشقة؟ يا عم هدفع لك، نزل ايدك ابوس ايدك، خليني اروح امضي كونتراته واخد العربون وادفع لك فلوس. طيب لما اشوف اخرتها معاك. اخرتها معايا خير ان شاء الله، المهم تدعي لي يا عم عثمان. هدعي لك يا رب. يا رب تسكن في حتة تانية غير عندنا. هاي دمك خفيف والله يا عثمان، اسكن في حته تانية يا اخي. يا لا 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 لا. الساعة 12 بالظبط يا أستاذ، مواعيدي مظبوط. معلش بقى يا استاذ اسماعيل، خيرها في غيرها ان شاء الله. خيرها في غيرها؟ ليه؟ ده امبارح يعني الست بيبة كانت مبسوطة مني، ايه اللي غير رأيها؟ معلش يا استاذ، هكت عليك الوهي. ما انت خلاص قطعته. خير يا ادريس؟ تليفون لحضرتك، اسماعيل ياسين. اسماعيل؟ الو. ايوه يا اسماعيل. ايوه يا استاذ ابو السعود، انا عايز اقابلك النهارده ضروري. ربنا يخليك. ماشي، اقابلك في الكرسال على طول. اللي انت بتقوله ده شيء في منتهى الخطوره يا اسماعيل. ليه يا استاذ ابو السعود؟ لان رحله تونس ومراكش دي انا شفت المتعهد التونسي بنفسي لما قابل انطوان وطلب منه ان فرقه بديعه هي اللي تسافر الرحله دي. يبقى بيلعب بديله يا استاذ، عامل نفسه الراجل الوافي للست بديعه وهو نقل العطاء للست بيبه، يبقى انت لازم تقول للبديعه. لا مش بالسهوله دي يا اسماعيل ان اتكلم مع بديعه في موضوع زي ده. ما انت عارف يا اخي بديعه في النهايه تبقى خالة انطوان، وانا ممكن ابقى في الاخر العزول اللي لازم يطيروا رقبته. لا يطيروا رقبه مين يا استاذ؟ ده انت الاستاذ ابو السعود وانت مش عارف قيمه نفسك. اللي انا بفكر فيه دلوقتي ازاي احاول امنع ان الموضوع ده يتم. مبروك يا بديعة، مبروك يا سي حبيب. قديش سعادتي بهالكونتراتو؟ تونس الخضراء حتزيد خضراء كتير كتير بقدوم مدام بديعة. أستاذ أبو السعود، تعالى سلم على الأستاذ حبيب التونسي، نحن رايحين معاه المغرب وتونس. شرفت يا استاذ حبيب. احنا اللي زدنا شرف يا سي أبو السعود، حتنبسطوا برشا برشا في تونس. والله انا واثق اني هنبسط برشا قوي، بس للاسف مش هقدر انبسط لاني مش هقدر اسافر الرحله دي. ليه بقى يا أستاذ؟ ما انت عارفه يا مدام انا بخاف من الطياره، بخاف قوي. انا اعتقد ان انطوان هو الشخص المناسب جدا للرحله دي. ده انا مش عايز اسافر. لا 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 لازم تسافر، ده انت هتنبسط برشا. وبعدين مدام بديعه بتعتمد على انطوان اعتماد كامل. كلام أستاذ أبو السعود مظبوط. بديعة مصابني ما تقدرش تستغني أبدا عن أنطوان. احنا هنقدم في كل ولاية زوز حفلات. انطوان ده طلع ذكي وخبيث لانه خلى بديعه تمضي على العقد بنفسها مع المتعهد التونسي، وبكده لو بديعه وصل لها في اي وقت ان انطوان كان عند بيبه يبقى كان عند بيبه ليه؟ اكيد لاي سبب تاني. ابن اللئيمه. ولو كنت انا اتكلمت في الموضوع ده مع الست بديعه يا سي اسماعيل كان شكلها هيطلع قدامها مش حلو، ولا ايه يا حمدي؟ كويس انك انت ما اتكلمتش معاها في الموضوع ده يا استاذ ابو السعود. وبعدين في الراجل اللي طالع لي في البخت ده يا ربي. امبارح رحت للست اللي اسمها بيبة عز الدين وهزقتها. بيبة عز الدين؟ ليش يا أنطوان؟ تصوري تغري الارتيست اللي بيشتغلوا عندنا من شان يتركوا الكازينو تبعك ويشتغلوا معه. والله عالية ست بيبة.
تتطول على 6 وتاج راسها. هي نسيت انه كانت بتشتغل عندي ارتيست ب3 تعريفة. ماما بتعصبي نفسك وتنرفزي حالك من شان واحدة مثل بيبة عز الدين. خلاص هزقتها. انا زهقت من الفحم ده يا دريس. شوف لي فحم يكون عدل. امشي. اللي انت حكيتهولي ده كله صعب قوي يا اسماعيل. ظروفك المالية في مصر وظروف والدك في السويس. شوف، انت محتاج تشتغل في فرقة ثابتة تضمن لك مرتب ثابت ومستمر. والنبي بس ما تودينيش عند الفرقة بتاعت يوسف عز الدين ده. يوسف عز الدين فنان مجتهد، لكن ظروفه المالية وظروف الإنتاج عنده اليومين دول مش مساعداه. طب ما توديني عند فرقة حد تكون ظروفه الإنتاجية والمادية مساعداه. بص يا اسماعيل، انت تنزل اسكندريه. انزل اسكندريه اعمل ايه؟ اروح اعوم؟ لا، تشتغل. انا كنت الصبح في مكتب الخواجه في تسيوم وسمعته بيتكلم في التليفون مع حوريه محمد في اسكندريه، وفهمت ان هي طالبه مونولوجيست. حوريه محمد الرقاصه؟ ايوه، بس دي ارتست محبوبه من الكل وسمعتها زي الفل، يعني انت ممكن تستريح معاها قوي يا اسماعيل ان شاء الله. ايوه بس انا ايش ضمني ان انا اروح لغايه اسكندريه وما تكونش هي جابت مونولوجيست تاني؟ خلاص نسال في مكتب محجوج والخواجه في تسيوم وارجع ادفع ريال تاني عموله. لا يا عم انا ايش ضمني؟ بسيطه، اللي يسال ما يتوهش. انا ممكن اعرف لك دلوقتي حالا اذا كانت حوريه شغلت مونولوجيست تاني ولا لسه. ايوه يا استاذ ابو السعود، هاني صديق الله يخليك. حوريه محمد طالبه مونولوجيست. لا لسه ما عينتش حد. تحت امرك يا استاذ، ما انت عارف معزتك عندي. الله يخليك يا صديق. بقول لك ايه، انت تسمع عن اسماعيل ياسين؟ بسمعه في الراديو. ينفع؟ الا ينفع، ده ينفع جدا، ينفع خالص، بس يلحق يجي بسرعه قبل ما حد غيره ياخد الشغلانه. يا استاذ اديله عنواني وانا هكون معاه خطوه بخطوه. خلاص انا هديه العنوان، وما دام عايزينه على وجه السرعه انا بكره الصبح ان شاء الله هخليه يكون عندك في اسكندريه. بس اسمع يا صديق، تكون مستنيه في القهوه ومش هوصيك عليه. اسماعيل ياسين يهمني جدا. يلا في رعايه الله، مع السلامه. بكره الصبح ان شاء الله تاخد اول قطر وعلى اسكندريه عدل. طب وانا هروح اعمل ايه في اسكندريه؟ انا ما اعرفش حد هناك، هسكن فين؟ انا مش عارف حاجه خالص. انت هتنزل اسكندريه تسال عن قهوه تنيس. قهوه تنيس دي في كامب شزار، هناك هتقابل واحد اسمه صديق، اوعى تنسى اسمه صديق. صديق ده هو اللي هيتصرف في كل حاجه، ما تقلقش خالص يا اسماعيل. صديق ده متعهد الحفلات اللي في اسكندريه. ايوه هو فعلا مظبوط، بس اوعى يا اسماعيل تروح عليك نومه وتتاخر على ميعاد اول قطر وتفوتك الفرصه. خلي بالك هتنزل في سيدي جابر. وسيدي جابر ده برضه في اسكندريه؟ نعم. رد انت يا حمدي. اسماعيل ياسين. اربط عندك. رايح فين؟ طالع شقتي. ما خلاص يا ابني ولدي، فينيتا لا موزيكا، ممنوع تدخلوا. ممنوع ادخله ازاي يا عم عثمان؟ شوف يا ابني ولدي، يؤسفني ويهز في نفسي ان اقول لك ان صاحب البيت قرفان منك، انا كمان زهقت منك. عشان الاجره المتاخره، ما انا هدفع لك يا عم عثمان. شوف يا ابني ولدي، الكلام ده انا ما اقولش منه خلاص، قلته كل يوم كل يوم كل يوم. انت عليك متاخر شهرين من ايجار البيت. صاحب البيت قال لي يا عثمان انت عندك كرتي بلنش وافسخ العقد. ايه؟ تفسخ العقد؟ ايوه، وتفضل يلا مع السلامه يلا. طب وهدومي والعفش بتاع اللي فوق؟ اللي هدوم والعفش مش هتاخدهم يا ابني والدي. مش هاخدهم ازاي؟ صاحب البيت حجزهم عنده عشان الايجار لغايه ما تدفع، ما دفعتش
ما بك ايه وهيبيعهم. والله ده ظلم، انا مسافر بكره على اسكندريه عشان اشتغل واجيب فلوس وادفع لك، اصبر عليا لغايه بكره اطلع بس اجيب حاجه. ما فيش طلوع يا ابن والدي، والا والله ورحمه جريندي فجر نجيب لك البوليس ونوديك الكراكون. يلا مع السلامه. طيب خلاص، يعني لو جبت لك الفلوس بعد اسبوع تبقى تديني الحاجه بتاعتي؟ اسبوع بس مش اكتر، مفهوم؟ يلا مع السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك يا عم عثمان. ليه يسلمك يا ام عثمان؟ المركب اللي يودي. يا اسطى يا اسطى، توديني محطة مصر. اركب. بات الليلة دي في محطة مصر وبكرة ربنا يفرجك. ما يلا يا اسطى، يلا يا اسطى اتكل. هي دي قهوة تنيس؟ ايوه هي يا فندم. اتفضل تشرب ايه؟ لا اشرب ايه؟ هو الاستاذ صديق بيقعد هنا؟ صديق متعاهد الحفلات؟ ايوه هو اهو بياخد الاستباحه هو اللي هناك ده. هو اللي هناك. الاستاذ صديق. انت اسماعيل ياسين مظبوط؟ ايه ده؟ عرفتني بالسرعه دي ازاي؟ من صوتك يا استاذ، انا بسمعك كل يوم في الراديو. سلامات يا استاذ اسماعيل. سلامات يا استاذ صديق. الله، احنا هنفضل مقضينها يا استاذ يا استاذ، ما تخلي البساط احمدي. عندك حق والله، ما فيش احسن من البساطه. سلامات يا استاذ صديق. سلامات يا اسماعيل. فطرت ولا لسه؟ لا يا استاذ، وانا جاي عشان افطر؟ انا جاي عشان اشتغل. يا ريت بقى يا استاذ توديني الكازينو بتاع حوريه محمد وبعدين نفطر في السكه. مش الاول نروح نسكن في البنسيون؟ نسكن ايه يا استاذ؟ مش اما اتعقد الاول؟ اطمن، انا امبارح بالليل كلمت الست حوريه محمد وهي فرحت انك جاي والعقد في انتظارك. تتكلم جد؟ جد جد، يلا بينا. طب لا مؤاخذة يعني يا استاذ، بالنسبة للبنسيون اللي انت بتقول عليه ده اجرته ايه يعني؟ البنسيون ده قريب من الكازينو، يعني مفيش مواصلات، وبعدين الراجل يعني جوز الست صاحبة البنسيون غاوي فن وبيعمل خصم خصوصي للفنانين، ما تخافش. يا سلام، يلا بينا اتكلنا على الله. كلمينا ماري. كلميرا ستي. خضرته كرياء اسماعيل؟ ايوه هو اسماعيل. ايه ده؟ هي عارفاني منين؟ انت تسمعني يا رخرة في الاذاعه؟ سمعتك ده ايه دجرجيه، بس عرفت اسمك وانا بحجز لك احلى اوضه يا ماري. كرياء اسماعيل. عرفته براوز؟ براوز يعني ايه يا صديق؟ براوز يعني فلوس. ايوه يا مدام عرفته، 120 قرش في الشهر. بس خريستو اينو. يا دي الواقعة، يعني ايه دي رخ؟ يعني نومه بس من غير فطور. فستكايس فستكوريس، ده ايه الواقعة الجريجي ده يا صديق؟ وصلت خوا اوضه السمال. اتفضل اتفضل. يلا. استني كرياء اسماعيل، امال فين سانتا خطوب بتاع الانتي؟ سانتا خدوم؟ دي فهمتها لوحدي. لا شنطة الهدوم يعني نسيتها في مصر، بس هشتري هدوم جديدة من هنا من اسكندرية ان شاء الله. يلا يا اسماعيل عشان تلحق تستريح شوية. طب ثانية واحدة، بص. كاليميرا مدام. كاليميرا كرياء اسماعيل. يلا كاليميرا صديق، يلا. اتفضل اتفضل. واحنا بقى هنقابل الست حوريه محمد هنا دلوقتي؟ ايوه هي مدياني ميعاد الساعه 12 الظهر، ميعاد بروفتها. طيب ما عرفتش يا صديق هتدفع لي كام؟ انا اتفقت لك معاها هتاخد 8 جنيه في الشهر غير جنيه ونص بدل سفر. حلو، يعني 9 جنيه ونص، ده كده تبقى الاشياء قاعده. الست حوريه طيبه جدا،
انت عمرك شفتها قبل كده؟ ابدا اشوفها فين؟ دي اخر رقه وشياكه، حاجه على فرنسي خالص. حاجه الا فرنسي؟ انا ما يهمنيش الا فرنسي، انا يهمني الافلوسي. بتدفع في ميعادها يا صديق. صباح الخير يا صديق. صباح الورد يا ست حوريه. ازيك يا استاذ اسماعيل؟ الله يسلمك يا ست الكل. انا من معجبين بيك قوي. ربنا يخليكي وانا كذلك. كذلك ايه؟ معجب بيا ولا معجب بنفسك؟ انا صراحه معجب بنفسي ان انا يعني شفت حضرتك ما شاء الله، يعني حاجه الا فلوس، حاجه الا فرنسي خالص يعني. على فرنسي؟ ده انت دمك شربات. ربنا يخليك. ها نمضي بقى الكونتراتو. انت مستعجل كده ليه؟ اسماعيل بيحب شغله قوي، عاوز يعمل بروفا عشان يبقى جاهز بالليل. ما انت عارف يا صديق اللي بتمضي لعقود ماما، وماما لازم تشوفه في البروفا الاول. طبعا الست نرجس مامة حضرتك هي الكل في الكل. يلا يا اسماعيل خش ظبط مع الفرقه واستعد للبروفا. سخطة يا سخطوطة انجخ اسم الله عليه. دعقولي ظهر ملطوطة امال بس هقول ايه؟ سخطة يا سخطة يا سخطوطة. شايب وعجوز وفي وشه حسوس، كرمشة وبروز بالذمة يجوز، يمشي ويتشدق بالبانة وده غير الصبغة البهدانة، ويحب كمان زي الشبان نايم ولهان دايب دوبان، في غرام عيلة شفا قصاده ما تجيش من اولاده. عيب ولا احنا العيب نسيناه؟ مش عيب. انتوا معايا ولا معاه؟ طيب عيب. طبعا عيب. سخطية سخطوطة. طب يا اسماعيل خش انت استناني جوه وانا جايالك. حاضر يا ست الكل، حاضر. الله ينور يا رجاله، ده كانكم معاه من زمان. شاكرين. طب بعد اذنك يا ست الكل، مبروك علينا اسماعيل. الله يبارك فيك يا اخويا. بقول لك يا ست نرجس، انا مش شايف له لزوم الواد المونولوجيست ده. حوريه عايزاه يا زكي بيه. في 20 غيره، اشمعنى ده؟ هي سامعه ان هو مونولوجيست كويس قوي، وبتقول عليه كمان انه دمه خفيف. ده دمه خفيف ده؟ انا هقولها تمشيه. لا بقول لك ايه يا زكي بيه، مش معنى ان انت خطيب حوريه انك انت تتدخل في شغلها. بلاش لعب عيالي يا سخطه يا سخطه يا سخطه يا سخطوطه. ما علشان انا خطيب حوريه يا ست نرجس لازم اعرف هي مصممه على الواد ده بالذات ليه. تفتكر يا استاذ صديق الست نرجس اتبسطت النهارده من البروفه؟ طالما قالت لك تعالى غني بالليل يبقى انبسطت. انما يا اخويا لسه لغايه دلوقتي ما مضيتش معاك كونتراتو يعني. ما هي قالت لك يا اسماعيل بعد الكاز ما يشطب هتكون فاضيه. اطمن، حط في بطنك بطيخه صيفي، ان شاء الله هتمضي معاك الكونتراتو. يا رب. انما يعني اشمعنى المحل ده اللي انت جبتني فيه؟ اهو قريب من البنسيون اللي انت ساكن فيه. تنزل تفطر وتتغدى وبعد الكازينو اتعشى واطلع نام. وهو المحل ده فتح على طول؟ المواعيد مكتوبه وراك اهي، حتى الساعه 1 صباحا. انما يعني مفيش زباين غيرنا. معلش يمكن صدفه. انا والشفا يا عم. الله يهنيك يا سيدي. الغدا ده على حسابي. من اولها كده يا استاذ صديق، يعني ما يصحش يعني. ما تاخدش على كده، دي اول مره بس لزوم الضيافه. ماشي يا سيدي، تشكر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرز ده زي ما يكون طعمه مزرنخ بقاله سنتين. صحيح. طب دول الخضار كده؟ الخضار طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حامض فعلا حامض. طب كل سلطه. دي بايظه. عرفت ليه بقى يا اخويا؟ المحل فاضي. طب يلا قوم، يلا اوكلك في مكان تاني. لا مكان تاني ولا مكان تالت. انا عايزك دلوقتي تاخدني توديني على المستشفى. ايه يا اسماعيل؟ مالك؟ استاذ صديق، انا اتسممت. بتقول اسماعيل ياسين ساكن عندنا؟ ايوه جيتوا النهارده الصبح، بس انت مهتمه كتير باسماعيل ياسين. انت تعرفيها؟ اني بسمعه في الراديو على طول، ده دمه زي الشربات. لكن انت عملت له سعر الاوضه كام؟ 120 قرش بس غير السوق انه. لا كتير، 120 قرش بالفطور. لا سوس غلط سلامه، انت كده بوظت شغل بنسيون. عشان خاطر سلامه حبيبك، انا عاوز عملت واجب مع اسماعيل. بطني هتتفرتك. خلاص يا اسماعيل، الحقنه اللي خدتها دي هتريحك على الاخر دلوقتي. استاذ اسماعيل سلامتك، مالك؟ معلش، اصله كان عند المطعم اللي جنبكوا ده وحصل له مغص واسهال. وحد برضه ياكل من مطعم علي قدح؟ ده ما حدش بيعتبه. سمعت يا استاذ؟ الف حمد لله على سلامتك يا اسماعيل. الله يسلمك كرياك ومدام. ايه ده؟ لو انت بتتكلم جريجي انا هروح اعمل لك كوبايه نعناع تفك المغص. ربنا يخليك. هو حضرتك مين لا مؤاخذه؟ انا سلامه جوز ميري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وحضرتك برضو جريجي؟ او حلوه منك دي. انا اسكندراني ابا عن جد. حتى شوف. ايوه ايوه دي يبقى اسكندراني صح. مش هوصيك على اسماعيل يا سلامه؟ توصيني برضو على اسماعيل، ده حبيب قلبي. وحضرتك تعرفني؟ ايه اللي اعرفك؟ ده انا من اشد المعجبين بيك يا استاذ. استريح انت في اوضتك وانا هجيب لك النعناع لغايه عندك. خلاص يا اسماعيل، خش استريح وانا هقابلك بالليل في الكاذب. سعيده يا اسماعيل. كاليميرا يا صديق. وادي كمان كوبايه نعناع سمعه. ايه حكايه سمعه دي؟ انا اللي احب ادلعه. اشرب يا سمعه. بس دي رابع كوبايه نعناع تجيبها لي. انا كده حاسس ان خلاص قربت ازرع. الحمد لله، وده اللي عاوز اسمعه من بقك. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عم سلام. انت راجل طيب قوي. وانت فنان جميل قوي. ربنا يخليك. هو انت صاحب البنسيون ده؟ لا، ميري مراتي هي صاحبة البنسيون. أنا بشتغل مكواجي، لكن حبينا بعض واتجوزنا. ربنا يخليكوا لبعض. والمحل بتاعك فين امال؟ في المزاريطة. ايه المزاريطة ده اخويا؟ ورا الكازينو اللي انت هتشتغل فيه، كازينو مونte كارلو. الله، ده انا اخباري كلها عندك بقى يا عم سلام. ميري مراتي هي اللي قالت لي. لكن لو انت جيت من مصر من غير شنطة هدوم. لان انا اصلي يعني كنت مستعجل قوي وانا بحط بقى ايه الشنطه جوه الهدوم، فجيت من غير هدوم يعني. امال انت هتغني ازاي؟ اغني بصوتي. لا ما اقصدش، انت هتغني بالهدوم اللي عليك دي. مالها الهدوم اللي عليا؟ اتفرج عليها بقى، ما اكمل لبس على الجاكيت على الكرافته، اتفرج على القيافه بقى. ما تاخذنيش في دي الكلمه، انت راجل فنان، والفنان بلغه كاركو يعني ارتست، والارتست لازم يكون شكله متلعلط. ايوه يعني هو انا هلعلط يعني بصوتي ولا بهدوم؟ المهم بقيت كويس الحمد لله زي البوم. طب تعالى معايا يا سمعه. على فين يا سلوم؟ هنروح مشوار صغير كده. بس خلي بالك انا عندي ميعاد، وميعاد مهم ومحترم جدا في الكازينو، ما اقدرش اتاخر. هنروح المشوار وهوصلك بنفسي لحد الكازينو. ده محل المكواجي بتاعي، اتفضل. وانت جايبني هنا ليه يا سلام؟ انا كده هتاخر على الكازينو. تعالى بس تعالى. خد يا اسماعيل البس دي. البس البدله دي؟ دي اكيد بتاعت زبون.
ايوه بتاع الزبون. احضر بيها الحفله الليله وبكره الصبح تشتري بدله جديده. لا سلامة، انا ما تعودتش على كده ابدا. طبعا انت فنان كبير ما تعودتش على كده، لكن الظروف حكمت بكده. وحياة ابوك ما تكسفنيش، البس يا سمعة. طب افرض يعني يا سلامة صاحب البدلة طب عليك وطلب، هتعمل ايه؟ يا سيدي ولا يهمك، البدلة هتروح لصاحبها في الوقت المناسب. البس يا فنان. فنان ايه بقى؟ قول لي البس يا تعبان، البس يا غلبان، البس يا جربان. بشر، ده انت اسماعيل ياسين، اجدع ملوجست في مصر واسكندريه كلها. غلباوي تقيل ومالهش مثيل، ولسانه طويل ولا حبل غسيل. في البيت لو قصر او طول في الحال الدفة بتتحول والدنيا تقوم. هتلقاه ملخوم قاعد مكتوم وفي بقه الكوم، وهو تو ما تستلمه حماته يغضب على الاكل الافوكادو. عيب ولا احنا العيب نسيناه؟ لا مش عيب. اسود انتوا معايا ولا معاه؟ طيب عيب. طبعا عيب. سخته يا سخته يا سخطوطه، سخته يا سخته يا سخطوطه، انجي غزمه عليك دعولي ظهر ملطوطه. امال بس هقول ايه؟ سخته يا سخته يا سخطوطه. سمعة 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 سمعة. تسمح لي هنيك يا اسماعيل، انت كنت رائع. ربنا يخليك يا ست حورية، انت واضح انك يعني مجاملة زيادة عن اللزوم. مجاملة ايه يا استاذ؟ انت ما شفتش الجمهور عمل معاك ايه؟ واضح برضه ان جمهور اسكندرية جمهور مجامل قوي. بالعكس، جمهور اسكندرية ما يعرفش المجاملة. الفنان اللي ينجح في اسكندرية يا اسماعيل يبقى عدى وطلع لفوق. انت مش هتجهزي يا حورية؟ طب استاذن انا عشان الحق اجهز نمرتي. تفضل تفضل. منور اسكندريه يا اسماعيل. الا قول لي يا اخويا، هو انت ما تعرفش زكي بيه؟ لا والله انا ما حصلليش الشرف قبل كده. زكي بيه من اعيان اسكندريه وخطيب بنتي حوريه. يا سلام، انعم واكرم يا زكي بيه، اهلا وسهلا. انا حضرت لك الكونتراتو، امضي. وانا جاهز للامضاء، بس يعني اقرا الاول. هتقرا ورايا؟ لا، هقرا قدامي. الاجر ايه ده؟ انت عامله لي اجر 4 جنيه في الشهر؟ 4 جنيه في الشهر وجنيه ونص بدل سفر، يبقى المجموع كله 5 جنيه ونص. امضي. ايوه يا ست نرجس، بس الاستاذ صديق يعني قال لي انه اتفق مع الست حوريه ان هاخد 8 جنيه في الشهر غير جنيه ونص بدل سفر. الست حوريه يا عينيا ملهاش كلمه في التياترو هنا. انا صاحبه الفرقه يا حبيبي، وانا اللي اقرر كل كبيره وصغيره فيها. امضي. ايوه يا ست نرجس، بس 5 جنيه ونص دول يعني مش هيكفوا مصاريف اكل وشرب. انا زهقت، انا رايح لحورية. على اذنك يا ست نرجس. اذنك معاك يا زكي بيه. انت هتمضي في ليلتك الهباب دي ولا مش هتمضي؟ زهقت الراجل. لا 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 همضي، ده انا جاي اصلا عشان امضي، يعني ما امضيش ليه؟ وادي امضي. اسماعيل ياسين 5 جنيه ونص، كده هضطر يبقى الاكل والشرب في مطعم علي قدح.
بالهنا والشفا يا عم. انا نفسي تغير كلمه بالهنا والشفا اللي انت بتقولها دي. اغيرها بايه؟ غيرها بما يتناسب مع الاكل اللي انت بتقدمه للضحايا امثالنا. ضحايا؟ ده اخويا طبعا ضحايا. مفروض تقدم لنا الاكل وتقول لنا سعيكم مشكور. ليه كده يا عم اسماعيل؟ ده انا بحبك يا عم. وانا كمان بحبك يا عم، بس تعبت من اكلك يا علي. يا سلام. طب يا اخويا ما ادي لك 3 جمع في اسكندريه ما بتاكلش غير عندي. وانت فكرك ان ده بخاطري غصب عني، ظروف الهباب اللي حكمت عليا بكده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ربنا يسترها معانا يا رب يا رب يا منجي يا رب، استرها معايا في الاكله دي يا رب. يا سلام يا اخويا. طب يا اخويا ما انت كل يوم بتيجي تتغدى وتتعشى عندي وتروح من عندي سليم وترجع لي تاني يوم سليم، كده ولا لا يا عم؟ انت فكرك انه كده، لكن انا خلاص جدتي نحاست على الاكل المسمم والاكل البايت والحامض بتاعك يا علي يا ادم. برضه بحبك يا عم اسماعيل. بقول لك ايه، اجيب لك مخلل يا عم؟ والنبي يا اخويا هات لي اي حته مخلل نبلع بيها الكاوتش اللي انت جايبه لنا ده. انت جايبه من اي فرده عربيه اللي انت جايبه دي. مساء الخير يا سمعه. سمعه؟ مساء الخير. انت اسكندراني ولا منين يا سمعه؟ لا يا اخويا انا من السويس. يعني سواحلي زي حالاتنا. هو الاكل عاجبكم؟ علشان خاطرك يا سمعه يعجبني. سلامات يا سمعه. سلامة، حماتك بتحبك. تعالى اقعد مد ايدك كل معايا، ولا اقول لك بلاش انت تاكل، انت بتجري على ولايه يحصل لك حاجه. ايه المجله اللي معاك دي؟ دي مجله الكواكب. حكيم انا غاوي الم كل المجلات القديمه والجديده اللي فيها اخبار الفن والارتستات، والمفاجاه اني لقيتك فيها. لقيتني انا؟ كاتبين عني في المجله؟ واحد جورناليست عامل معاك حديث لما كنت في حفله في قصر قدري باشا. ده من سنتين. وريني كده. بس انت قايل كلام جامد قوي يا استاذ اسماعيل. قال انت لما جيت مصر كنت عاوز تنافس محمد عبد الوهاب. طيب الشباب بقى سلامة، كان ساعتها بحب عبد الوهاب واحب اسمعه واحب اغني اغانيه، بس خلاص اتحولت بعد كده لقلم المونولوجات والفكاهة. الدنيا دي متعبة جدا 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 جدا. من الدنيا من أكل وشرب وشرب وأكل وقلع ولبس ولبس وقلع وأصناف تانية. من الدنيا يا من الدنيا يا من الدنيا. وفي حفلة قعدت أغني لحد ما كل المعازيم ناموا بقصيدة طويلة طويلة طويلة. أنا مالي ما هي طويلة أسره اتضايقوا وقام جا صاحب الحفلة يعصبني ويقول يا السلام كتر خيرك، ده سهرهم كان هيغرمني، كان مين هيطفشهم غيرك؟ ادي نص جنيه بقشيش قلت له تسلم وتعيش. يا من الدنيا يا من الدنيا يا من الدنيا. ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. وارث وله كام ألف جنيه وده غير يا سيدي 5 عمارات. يجي بسلام كظم الله عليه يعشق لي واحدة بنت صلاة. تعدي البيت جوا الكباريه ولع سيجارتها ب10 جنيه، تضحك بعينيه وتكروت فيه وتقول له هاتلي ابصر ايه. فلوس وجات له يا ناس بلاش، وليه بقى ما يجيب لهاش؟ وهي تكسب ولا تتعبش وهو يخسر ولا يكسبش، وناس بتكسب ولا تتعبش